عايز أتكلم في الفيديو ده عن موضوع مهم جدا للناس اللي بتستخدم جافا سكريبت، سواء في الفرونت اند أو الباك اند، وهو موضوع البروتوتايبس. زي ما احنا عارفين، الانهيرتنس في الجافا سكريبت بيتم بين الاوبجكتس باستخدام شيء اسمه بروتوتايب. فخلينا كده نبص مع بعض على طول على شوية أمثلة هتوضح لنا ازاي جافا سكريبت بتهندل الانهيرتنس behind the scenes. فخلينا نبدأ على طول بالمثال اللي قدامنا. عندنا مثلا عندنا اوبجكت ليكن اسمه انيمال، فيه تو بروبرتيز، واحده اسمها ايتس والتانيه اسمها ووك. طبعا ايتس باين ان هي بوليان، ووك فانكشن بترن انيمال ووكينج. جميل. فده الاوبجكت الاولاني. حلو. هنروح بقى نكريت اوبجكت جديد وليكن باستخدام اوبجكت كرييت، وهنسميه دوج، وهنعمل انهيرتنس للبروبرتيز اللي جوه الانيمال عن طريق ان احنا هنضافي الانيمال، الاوبجكت اللي اسمه انيمال، جوه الاوبجكت اللي كريت. جميل. طبعا برضو جوه جافا سكريبت انت دلوقتي زي ما احنا عارفين كلنا، انت تقدر تكريت او تضيف بروبرتي جديده للاوبجكت اللي اسمه دوج عن طريق انك هتقول دوج دوت بارك فور اكزامبل، وهتديله ايه الفاليو بتاعت الايه البروبرتي الجديده اللي هي فانكشن بتريتيرن موف، او اللي هي ايه كأن الكلب بيهوهو يعني. والسؤال بتاعنا بقى اللي احنا عايزين نجاوبه ان احنا نعمل لوج الميثود هي ووك من الدوج، من اوبجكت اسمه دوج. زي ما احنا عارفين دلوقتي الدوج ما فيهوش الا بارك. حلو. ولكن عشان احنا عملنا انهيرت للتو بروبرتيز دول، فال زي ما احنا شايفين في الاوتبوت هتلاقي ان الانيمال ووكينج اتطبعت يعني. فخلينا كده نبص على الفيجوال سبلاي تشين هنا، بحيث ان احنا ايه نشوف الموضوع بشكل فيجوالايزد اكتر. فاللي احنا بنعمل اكسكيوشن او بنكسكيوت الميثود اللي اسمها دوج دوت ووك عن طريق ان احنا ايه هنيجي جوه الاوبجكت اللي اسمه دوج. هل في جوه البروبرتيز بتاعته او ميثود اسمها ووك؟ هيقول لك ان هو مفيش. فهيبدا يدور في التشين بتاعت البروتوتايبس بتاعته. طبعا بما انه عمل انهيرتنس للبروبرتيز اللي جوه الانيمال، فهيروح يدور جوه الانيمال، هيلاقي الووك موجوده، هيقول لك يس هاز ووك، فهيبدا يريتيرن الايه او هيكسكيوت الميثود اللي اسمها ووك، ويبدا يريتيرن الانيمال ووك. طبعا هو لو في حاله ان هو ما لقاش، هنبص مع بعض كده على النكست كيس، في حال ان احنا مثلا هننادي على ميثود ثانيه اسمها دوج دوت راننج او دوج دوت ران. اعتقد لا، الانيمال ما فيهوش رن، ولا حتى الدوج الاوبجكت اللي في دوج ما فيهوش برضه ميثود اسمها رن. فلما نيجي نكسكيوت الران فانكشن هنلاقي لا الدوج ما عندوش رن، ولا الانيمال عنده رن. فهيفضل مكمل للاخر لحد ما يرجع لنا او يرتر الانفاين. فهو الخلاصه يعني ان الجافا سكريبت في الباك جراوند بتبدا تدور جوه الاوبجكتس البروبرتيز يعني بتاعت الاوبجكتس، لحد ما تشوف هل اي اوبجكت من الموجودين في التشين عندنا فيهم الميثود اللي احنا بنحاول نرنها، فيكسكيوت الفانكشن دي. لو ما لقاش بيقوم ايه مرجع لنا undefined، بما انه ما لقاش يعني الميثود. حلو. لحد ما يوصل في الاخر للاوبجكت بروتايب، وبعد كده لو ما لقاش برضه جواها الميثود اللي احنا عايزينها، يروح للنل. وانس ان هو وصل للنل، فكده معناه انه ما لقاش الايه الميثود او البروبرتي دي يعني. جميل. مثال سريع كده، بما اننا اعتقد نادرا لما حد بيلاقي مثال زي ده في استخدامنا اليومي. مثال سريع باستخدام رياكت مثلا، ازاي ممكن تستخدم حاجه زي دي في الكود بتاعك بشكل efficient. فمثال سريع كده باستخدام رياكت يعني. عندنا كونستانت في بيز ثيم عندنا، هناخد فيه الفونت والسبيسنج، وعندنا الدارك ثيم هيبقى عباره عن اوبجكت برضه كرييت، وهنعمل انهرتنس في الحاجه اللي جوه الكونستانت اللي اسمه بيز ثيم. فعن طريق اللاين ده اعتقد احنا كده معانا البروبرتيز اللي جوه البيز ثيم. حلو. وزي ما قلنا تقدر برضه تضيف انت بروبرتيز خاصه بالدارك ثيم، وليكن الكالرز، وتديها الباك جراوند والايه الفور جراوند. جميل.
وكده انت في دارك ثيم تقدر ترن الفونت اللي هو في البيس سين. جميل. فبرضه نبص على الفيجوال وطيب تشين على طول كده في دارك ثيم. احنا دلوقتي الاكسكيوت لاين ده اللي هو دارك ثيم والفونت. هل الدارك ثيم فيها فونت؟ هقول لك لا، مفيش فيها فونت، فيها كلرز بس، هو الجزء ده. حلو. هيبدا يروح هيبص على البروفايل. واحنا عملنا انهيرتنس للبروبرتيز اللي جوه البيز ثيم، وهي عندها فونت. جميل. فهيبدا يريتيرن او يبدا ياكسس على الفونت او الفاليوز اللي جوه الفونت يعني. وده كان مثال سريع كده جوه الرياكت، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات قادمه نحاول فيها نفيجواليز جافا سكريبت بحيث ان احنا نسهل الكونسبت بتاع جافا سكريبت عموما للناس.